ازيكم؟ تعالوا النهارده اقول لكم طريقه عمل فته مصريه باللحمه بكل تفاصيلها وتكاتها. هنعملها من الالف للياء، هنسلق اللحمه وهنعمل كل الخطوات. اظن ده وقتها خلاص. هنعمل احلى فته مصري هتجيب الريحه لاخر الشارع. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. لو لسه ما اشتركتوش في القناه نوروني كمان فيها. من غير مقدمات كتير خلونا نبدا على طول. واول حاجه طبعا هنعملها هي سلق اللحمه. حله على النار احط فيها معلقه صغيره من السمنه وفص مستكه. اول ما يدوب احط حبهان ورق لورا. مجرد ما ريحتهم تطلع كده هنزل باللحمه اللي انا عايزاها، والحله سخنه تاخد صدمه علشان المسام بتاعتها تقفل وتفضل محتفظه جواها بالعصاره، فتطلع معاكم اللحمه مستويه ودايبه. مجرد ما اخدت لون بسيط كده عشان الشوربه ما تغمقش، لو زودتوا اللون بحط كمان جزر وبصله. بديهم تشويحه بسيطه وانزل بميه سخنه تغطي اللحمه. تقدروا تحطوا اي منكهات انتوا عايزينها، لو عايزين تضيفوا طماطم او كرفس كمان بيديها طعم حلو قوي. غلوه بقى على نار عاليه علشان يطلع على الوش كل الرغاوي والحاجات اللي بتبقى موجوده دي، ما تخليش الشوربه صافيه او ريحتها حلوه. بنشيلها وحطوا فلفل حب، لان المطحون بيخلي لون الشوربه غامقه. بسيبها اول 10 دقايق على نار عاليه وبعد كده هدي النار تستوي براحتها خالص. في الوقت ده هنعمل الرز. برضو حطيت سمنه مع فص مستكه وحبهان وورق لورا. مجرد ما ريحتهم طلعت هنزل عليهم بالرز لسه مغسول حالا، مغسول ومتصفي عادي خالص. بقلبه عشان يتغلف كله بحبات السمنه. وبعدين باخد بقى من الشوربه بتاعت اللحمه اللي اتعملت. انا ببدا اعمل الرز تقريبا بعد ساعه الا ربع من سلق اللحمه علشان تكون الشوربه بقت جاهزه واقدر اخد منها للرز. طبعا مش هتكون عندنا شوربه لحمه ومش هنسقي بيها الرز. بحطه لحد ما يغطي سطح الرز اي كميه بقى انتوا عايزينها بمقدار عقله تقريبا على نار عاليه. اول ما يبدا يعمل الشكل ده بهدي النار خالص وسيبه يستوي براحته. تعالوا في الوقت ده بقى نحمص العيش بتاعنا. اي نوع عيش انتوا عايزينه، انا ما كانش عندي بصراحه غير الشامي، بس طبعا البلدي في الفته المصريه بيبقى احلى بكتير. بقطعه كده بالمقص مكعبات ومعلقه صغيره من السمنه، ولو تقدروا تحطوا كمان زيت وبتحبوه بيدي كمان قرمشه حلوه جدا. نقلبه بقى لحد ما ياخد اللون الحلو ده. في نفس الطاسه اللي حمرنا فيها العيش، بعد ما تكون اللحمه استوت هحط معلقه حلوه من السمنه وانزل باللحمه اديها لون حلو كده واخليها على جنب. ما بحطش عليها اي حاجه غير بس ملح والفلفل. طبعا انا الشوربه اللي استعملتها للرز كنت مظبطه الملح بتاعها. بعد ما اشيل اللحمه برضو في نفس الطاسه هنزل ب5 فصوص من الثوم الكبار مفرومين. اول ما ريحتهم هتطلع هنزل بربع كوبايه من الخل، وهجيب كبشتين من شوربه اللحمه اللي خلاص استوت وبتاخد غلوه واحده، وكده يبقى الصلصه البيضه بتاعه الخل والثوم بقت جاهزه. باخد منها كبشه على جنب. لو انتوا بتحبوها بيضه بس خلاص هتوقفوا عند المرحله دي، او بجيب الباقي بقى كمان وبحط عليه 3 معالق كبار من معجون صلصه الطماطم علشان نعمل الصلصه بتاعه الفته الحمراء، او تعملوا ميكس من الاتنين زي ما انا بعمل كده. هديها تقليبه علشان الصلصه تدوب، وهزود عليها كمان كبشة او 2 من شوربة اللحمة. بظبط الملح والفلفل بتاعها وبحط نص معلقة صغيرة من السكر عشان تعادل الحموضة بتاعة معجون الطماطم. مجرد ما بتاخد غلوة على النار بقت خلاص جاهزة. نظبط الطبق بقى بتاعنا زي ما احنا عايزين، وبحط من صلصة الخل والثوم البيضة. في ناس بتحبها بيضة بس وفي ناس بتحبها حمرا، فزي ما انتوا عايزين عندكم الاتنين. بس جربوا يا جماعة تحطوا على الخل والثوم كبشة او 2 كده من الشوربة، بتخليها حلوة جدا. علشان كده ابدأوا اعملوا الحاجة بعد ما تكون الشوربة خلاص جاهزة، يعني بعد ساعة الا ربع تقريبا تبقى الشوربة جاهزة، تقدروا تسقوا بيها الرز وتعملوا بيها الصلصة بتاعة الخل والثوم. مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، بسيطة وسهلة، مفيش احلى من كده. اول يوم فطار كده. الوصفة بتاعتنا خلصت، متأكدة ان انتوا لو جربتوها هتعجبكم جدا. بألف هنا وشفا. اشوفكم المرة الجاية.